وبكده اكون خلصت معاكم النهارده الملوخيه والفرخه. بصوا مستويه بطريقه جميله جدا. ده غير كمان الخلطه اللي انا عملتها اللي وريتها لكم طعمها حلو قوي. وشويه الرز طبعا المفلفلين الحلوين دول اللي هي واحده وواحده، والبتنجان المخلل الحلو الجميل والملوخيه بتاعتي. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وشجعوني، وبألف هنا وشفا للي ياكل. انا ساعات بنزل الاكل بعد ما يخلص، الوجبة كاملة بعد ما يخلص من غير ما اقول لكم على الطريقة. انا القناة عندي اسمها فكرة غدوة، يعني بعمل لكم الغدوة واقول لكم تاخدوا فكرة مثلا لغدا بكرة لغدا بعد بكرة كده يعني. فما تزعلوش مني لو ما نزلتش الطريقة كلها كاملة. انا النهاردة نزلت الطريقة كلها بتاعة الرز والبتنجان والملوخية والفراخ. بألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة والحلاوة دي اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل النهاردة فرخة هسلقها، بس هقول لكم بقى على الطريقة اللي أنا بعمل بيها الفرخة بتاعتي علشان تطلع الشوربة بتاعتها طعمها حلو كده وفي تسكيرة حلوة قوي. عندي الفرخة اهي، يا رب يرزق كل البيوت يا رب. وعندي هنا بصلاية وطماطمايه، هنبشرهم بالمبشرة وارجع لكم. كده خلاص بشرت الطماطمايه مع البصلايه بالشكل ده. هنزل عليهم بقى بايه؟ بمعلقه فلفل كده مطحون، فلفل اسمر مطحون، وهنزل عليها كمان بمعلقه صغيره كده من الملح. وابتدي اقلب كده كويس جدا الملح والفلفل والطماطم والبصل بالشكل ده. الحركه اللي انا بعملها دي بقى بتضيع لك الزفاره، اي زفاره في قلب الفراخ. طبعا انا غسلاها كويس جدا بالملح والميه وكله تمام، بس برضه يعني بتديها طعم حلو قوي. وكمان الملح اللي بيبقى في البصله نفسها اللي انت بتدعكي بيها البصله والطماطم بتدي للفراخ تسكيره حلوه قوي. طبعا انا عندي بصوا هنا انا شلت الجلد بتاع الصدر كده شويه، وبنزل كده بالسكينه بتاعتي بعمل اخرام كده في الصدر، بعمل فتحات كده بالشكل ده، تدي طعم حلو قوي قوي للفراخ. وادخل كده الخليط بتاعي ده في قلب الفتحات اللي انا عملتها في الفرخ بالشكل ده. لو مش واضحه عندكم اهي، بصوا الفتحات اللي انا عملتها اهي، بدخل فيها الخلطه كلها كده، واحط برضو في الفرخه من جوه ادعكها كويس جدا، وفي الوراك. طبعا الخلطه دي انا بعملها قبل ما احط الفرخه في الشوربه بتاعتها، وابتدي ادعكها كده كلها من كل ناحيه كده. وبعدين احط حله الميه على النار واسيب دي كده شويه في الخلطه بتاعتها. دلوقتي انا حطيت الميه بتاعت الفراخ على النار، هنزل بقى بايه؟ بالحاجات بتاعتي اللي انا بحطها في قلب الشوربه عشان تدي طعم حلو وتسكيره جميله جدا للفرخ. عندي هنا بصلتين كبار وطماطميتين. انا بحب قوي البصل في الشوربه، هي والطماطم بيعززوا المناعه جدا يا جماعه. البصل يعتبر مضاد حيوي كامل هو والثوم بالنسبه لاي اكل انت بتحطيه فيها كده تمام. هحط بقى في الشوربه ملح وفلفل وكزبره وبهارات فراخ وورق لوري وحبهان، انزل بقى كده بيهم في الشوربه بتاعتي. تعالى اقولك بقى على السر بتاعي، معرفش في ناس اكيد تعرفوا كتير يعني، بس انا قلت ايه ما عزش عليكم ايه
السر. انا بحط في الشوربه بتاعتي معلقه كده من السكر، بتدي طعم جميل جدا للشوربه يا جماعه والله. وبعدين هنزل بالفرخه بتاعتي بالشكل ده. انا بحب يا جماعه انزل بالفرخه على وشها، يعني على الصدر. ليه؟ لان الصدر هو اللي بيستوي. احنا بنحط دايما الفرخه على المنطقه دي، المنطقه دي كلها يعتبر عظم، ونسيبها بعد كده بقى ايه عشان تستوي براحتها. بصوا حبه شوربه بقى بجد تحفه بجد يا جماعه والله. اي حد يجي عليه الشتاء يعمل شويه شوربه حلوين كده بحته لحمه او بفرخه، او ان شاء الله حتى ورك فرخه، يعمل حبه الشوربه الحلوين دول. زمان رحمه الله عليه ابويا الله يرحمه ويحسن اليه يا رب ويجعله في الجنه ونعيمها، كان دايما يقول مقوله حلوه قوي. كان دايما يقول لنا شتاء يعني شوربه، يعني تعملي كده حبه الشوربه وتحطي عليهم نص ليمونه وتشربيهم وتدفي وتنامي تقومي زي الحصان. الناس بتوع زمان دول والله كانوا بركه يا جماعه. بص حبه الشوربه حلوين ازاي، ولسه كمان بقى لما ايه الفرخه تستوي. نفسي والله الناس كلها تاكل من ايديا. يا رب يرخي قوت المسلمين يا رب، اللهم امين. يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب. طبعا هعمل شويه رز كده واحده وواحده. عشاق الرز اللي واحده وواحده يجوا. هنزل كده بالرز بتاعي بالشكل ده، زبدة بقى او سمنة او زيت، اي مادة دهنية عندي. انا عندي في البيت ناس بتحب قوي الرز الواحدة وواحدة، بيقولوا عليه رز الزمن الجميل، مش عارفة والله بس يعني ما علينا. مع الرز ده انا هحط قالب ماجي، بيديله طعم حلو قوي يا جماعة والله، جربوا الطريقة دي. وهفضل اقلب كده في الرز لحد ما ياخد معايا لون. بعد اللون ما يوصل معاكي للون الذهبي الحلو الجميل ده، خليه يغمق بس شويه معاكي عشان يديكي طعم حلو. هنزل بقى بالحبه التانيين بتوع الرز واديله الميه بتاعته واظبط الملح واغطي عليه. طبعا مع حبه الشوربه الحلوين اللي احنا عملناهم لازم نعمل طبعا جنبيهم كده اكله جميله شتويه. انا هعمل عليها ملوخيه. طبعا جبت الملوخيه وقطفتها وعملتها بالمخرطه بالشكل دوت، وبعدين ايه هحطها في الشوربه معاكم. مع حبه الملوخيه ديت لازم طبعا المتعهد الرسمي الا هو البتنجان. انا بحب قوي اقلي البتنجان بالعنقود بتاعه ده. ليه؟ عشان بيخلي الحته اللي فوق دي بتبقى بيضه، لما بتيجي تعمليها بتبقى بيضه شكلها جميل قوي لما بتخلليها. تمام. هنا اخدت حبه شوربه من بتاعه الفرخه اللي احنا عملناها وحطيت فيها معلقه توم وقالب ماجي وظبطت الشوربه الملح بتاعها وكل حاجه، وحطيت كمان في الشوربه معلقه صغيره من السكر بيخلي الملوخيه طعمها حلو قوي. وبعدين عندي هنا الملوخيه هسقطها في الشوربه بالشكل ده كده، وهبتدي بالمضرب بتاع البيض العادي ده اعمل كده علشان الملوخيه معايا تتفتت كلها. وما تقلقيش خالص من الرغاوي اللي بتحصل دي، عادي جدا. تقلبي الملوخيه كلها ما تسيبيش فيها حته مكلكعه علشان تستوي كلها. هتاخد غلوه معايا واحده بس او غلوتين، ما تخليش الملوخيه تغلي كتير علشان ما تسقطش منك تحت.
بالشكل ده. على عيني التانية حطيت طاسة وحطيت فيها معلقة زبدة كده او زيت، اي مادة دهنية عندك، وهتنزلي في التوم ده بمعلقة كزبرة ناشفة بالشكل ده عشان نحطها على الملوخية. هنا خلاص التومة خدت معايا اللون الحلو الجميل ده، هنروح نحطها على الملوخية على طول. هنا الملوخية عندي خلاص خدت غلوتين حلوين كده. ما تحاوليش تخلي الملوخية تغلي معاكي كتير عشان ما تسقطش منك في الحلة من تحت. وعندي هنا التومة، يا رب يجعل فيها السكر. طبعا دي طقوس مصريين طبعا، حكاية الشهقة والكلام ده كله، بس صدقيني بتفرق معايا قوي. وكده بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، احلى ملوخية ممكن تاكلوها. تطفي بقى النار على طول، وما تحاوليش تغطي عليها، ما تغطيش على الملوخية عشان ما تسقطش منك. خلاص كده تسيبيها 10 دقايق او ربع ساعة، وبعدين تبتدي تاكلي منها.